بتعرفوا شو الحلو بريال مدريد واللي بيخليه يختلف عن جميع أندية العالم؟ انه ريال مدريد دائما بيتقدم بخطى ثابتة بدون ما يقدم اداء مذهل. حتى بهذا الموسم وبالرغم من كل سوءه نجح انه يكون بحالة جيدة جدا بالليغا، وبالرغم انه مدريد ما بيقدم الاداء المذهل لحد الان في الدوري الاسباني الا انه متصدر في حال الفوز على فالنسيا بالمباراة المؤجلة. وحاليا ريال مدريد خلف برشلونة المتصدر بحكم المباراة المؤجلة ومباراة اتلتيكو بالباو اليوم، بعد ما كان برشلونة متصدر بفارق 6 نقاط كاملة عن ريال مدريد. بالرغم من سوء مدريد وبالرغم من كل هذا الا انه ريال مدريد ما استسلم وظل مصر ومتحمس للدوري، ومع فوز برشلونة بالامس بيرجع بوسع الفارق مع ريال مدريد اللي عنده مباراة قوية كثير اليوم امام اتلتيكو بالباو. وين؟ في السان ماميس. اليوم ريال مدريد راح يلعب ضد اتلتيكو بالباو. في حال ريال مدريد فاز اليوم بهاي المباراة بيعطيك انطباع انه ريال مدريد بهذا الموسم هو بطل الدوري الاسباني. ليش؟ لاني قلت لكم في بداية الفيديو بالرغم من كل السوء اللي هو فيه لولا المباراة المؤجلة ريال مدريد هو اللي متصدر الدوري، واذا تعدى بالباو اليوم ريال مدريد 90% هو بطل الدوري الاسباني. وان شاء الله انه الريال اليوم راح يفوز على اتلتيكو بالباو وباداء ونتيجة. وبالنهاية وكالعادة هلا مدريد.